اهلا بيكم. ايه الفرق ما بين farther و further؟ نخلي بالنا من ان الكلمتين دول النطق بتاعهم مختلف، farther و further. طيب هو الار اللي في الاخر دي انت بتنطقها؟ لا، ما بتتنطقش، بتتنطق خفيفه قوي او ممكن ما تنطقهاش اصلا. farther او further، farther او further، هتلاقي الار خفيفه خالص والنطق بتاعها يعتبر معدوم. طيب ايه الفرق بقى ما بين farther و further؟ تعالوا نشوف. كلمة farther و further لو جه بعدهم زان كده معناها أبعد من. يعني لو عاوز تقول مثلا إن البيت بتاعك أبعد من البيت بتاعي هتقول your house is farther than my house أو further than my house. يبقى farther و further هنا الاتنين معناهم أبعد من، خاصة لو جت وراهم زان. طب هل في أي استخدامات تانية؟ أيوه. كلمة further هنا معناها additional معناها شيء إضافي، أو بمعنى صح لو أنت عندك مشاكل كتير قوي وهتقولها لحد زميلك وأنت خلاص وجعت له دماغه، فأنت هتقول له I don't want to cause، مش عاوز أسبب لك to cause you any further problems، مش عاوز أسبب لك أي مشاكل أو مش عاوز أتقل عليك بالمشاكل بتاعتي. I don't want to cause you any further problems، دي معناها انا مش عاوز اتقل عليك بالمشاكل بتاعتي. يبقى دي معنى تاني لكلمه further. لو بتعمل بقى تحقيق او بحث صحفي هتحتاج مصادر، ده الطبيعي، فانت هتقول ايه؟ I need further reference، عاوز مصادر تانية، عاوز مصادر اضافيه. يبقى كلمه further خدنا معنيين ليها النهارده، لو جت وراها زان معناها ابعد من، وتيجي بمعنى اضافي او شيء انت عاوز منه اكتر من الشيء ده. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والفولو والشير. اشوفكم على خير في حلقه جديده. كان معاكم محمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.